السلام عليكم الاخوان الاخوات، كنعتذروا على الغياب الطويل عليكم، ولكن اليوم ان شاء الله رجعت وغادي نرجعوا ان شاء الله بقوه. غادي نشارك معكم الحقائق كامله حول هذا المجال ديال الباديه، تربيه النحل، تربيه الدجاج كما غتشوفوا معنا ان شاء الله، تربيه الاغنام، الابقار، الفلاحه. غنشارك معكم الحقائق كامله بدون تزوير وبدون زياده، بدون مبالغه. وغن ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله غادي نشاركوها معكم من البدايه ديالها الى النهايه ديالها، صوت وصوره. نشاركوا معكم الخسائر، يعني شنو اللي غادي نخسروا، او يعني الحوايج اللي غادي نستثمروهم في هذاك المشروع من البدايه ديالو الى النهايه كمثال. والحوايج اللي انا موجدهم ان شاء الله وغادي نشاركهم معكم من بينهم هو تربيه الدجاج، من بعد مجموعه ديال التجارب اللي عشتها الاخوه اللي كانوا معايا في القناه، يعني قبل تقريبا على ما اظن واحد 4 سنوات. راه شافوا التجارب اللي درناهم والفشل اللي فشلناه والنجاح اللي نجحناه. وديك الساعه يعني كان المصدر المعلومه الوحيد كان عندي هو قنوات اليوتيوب اللي تصدمت فيهم، يعني حقيقه تصدمت فيهم واحد الصدمه، يعني ما نعاودش لكم عليها. يعني الناس كتبالغ في المعطيات بزاف، كتبالغ في الارباح، كتنقص من الخسائر، ما كتعطيش حقائق كما هي. يعني ناس كتهضر من فراغ، لا علاقه لهم بالواقع. يعني انسان كتلقى عنده 20 30 دجاجه او لا هذا، وكيقول يعني شي معطيات وشي هضره اللي ما كايناش. اليوم ان شاء الله وفي هذه القناه كنتي مهتم بتربيه النحل او مهتم بتربيه الدجاج. ملي كنقولوا تربيه النحل كنهضروا على تربيه النحل طبيعيه 100%، لان الاخوان اللي سبق لهم وشافوا يعني في القناه وشافوا، يعني سبق لي وشاركت معكم معلومات و مسائل على تربيه النحل. كنت كندير التغذيه، كنا كنخدموا يعني بحوايج اخرين. الان من هنا للمستقبل ان شاء الله كنهضروا على تربيه النحل طبيعيه 100%، شمع طبيعي 100%، عسل طبيعي 100%، دون قطره تغذيه واحده. يعني خليه النحل بامكانها تعتمد على راسها كما عاشت في الطبيعه، كما كتعيش في جذوع الاشجار وفي الكهوف في الجبال، غتعيش عندك ان شاء الله في الخليه ديالك، بشرط واحد هو انك توفر لها يعني بعض بعض الاحتياجات اللي هي بسيطه، يعني اللي هي كون كانت في الطبيعه كتوفرها لراسها. يعني كتختار المسكن في موقع زوين، في بلاصه مزيانه، اتجاه يعني الفتحه كتحكم فيه وتكون مزيانه. هادشي اللي غادي توفر لها فقط. وبالنسبه للدجاج ان شاء الله حتى هو غادي نشاركوا معكم التربيه ديالو والطرق التربيه ديالو والنجاح. والاهم في هادشي هذا كامل هو انني غنشارك معك المراحل التصوير صوت وصوره من البدايه الى النهايه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله المحتوى الجاي يعجبكم وتشاركوا ان شاء الله في القناه، تفعلوا زر المتابعه ودعمونا بلايك باش يبقاو يوصلوكم فيديوهات، وباش يوصلوا هاد الفيديوهات ان شاء الله لفئه كبيره من الناس اللي مهتمين بهذا القطاع هذا او بهذا المجال هذا، ويبعدوا من الناس اللي كيبيعوا لكم الوهم. انا كنقولها وكنأكدها، الناس كيبيعوا الوهم، باعوا لي انا الوهم يعني تقريبا لمده 5 سنين وانا كنتخبط من هنا لهنا لهنا لهنا. كنت الفشل كان عندي انا، ولكن صدق الفشل في المعلومه اللي كانت كتوصل لنا كانت كتوصل لنا خاطئ. يعني الحمد لله بعد عناء طويل، مجهودات يعني جباره، خسرنا بزاف ديال الفلوس، عانينا بزاف مع بزاف ديال الناس، خدمت في فيرمات كبار مع ناس يعني ميسورين وعندهم يعني امكانيات كبيره، والحمد لله يعني توفقنا، جمعنا كم هائل من المعلومات، رجعنا ان شاء الله باش نخدموا في ديالنا. كنا يعني ملي مشيت على القناه راه ما بقيتش خدام في ديالي، وليت خدام مع الناس، يعني خديت تجارب من بزاف ديال الكبار، بزاف ديال الضيعات، بزاف ديال الناس. اليوم ان شاء الله رجعت باش نشارك معكم هذه المعطيات هذه كامله. كما قلت لكم خليكم معنا في القناه، شاركوا في القناه، ونتظروا ان شاء الله جديد ثم جديد ثم جديد. غتكون فيديوهات ان شاء الله غتنزل باستمرار، كل جديد كان عندنا ان شاء الله في الضيعه. الله نبداو ان شاء الله، انا غادي ان شاء الله.
راه كاين شي 3 الخلايا هما اللي بقاو عندنا، غنبداو من 3 الخلايا ان شاء الله، وغنطلعوهم ان شاء الله للعدد الكبير ان شاء الله ديال الخلايا، ولكن تربيه طبيعيه. الدجاج تا هو ان شاء الله راه حنا وجدنا كوري غنشاركو معكم، وكما فقط ان شاء الله حتى هي راه حنا عمرنا غادي نشاركو معكم كاع التفاصيل هذه. اللي مهتم يبقى معنا، وكما قلت لكم شاركوا في القناه، فعلوا زر لايك باش يبقاو يوصلكم فيديوهات، وانتظرونا ان شاء الله.